النهاردة عاوز أتكلم عن موضوع مهم. كل يوم بيجيلنا ناس بيبقوا عاوزين يعرفوا الخامات. فالنهاردة حابب في أول الفيديو أشرح لكم الخامات. اللي في إيدي ده خشب كونتر. الخشب الكونتر الجاهز، الأوضة مثلا اللي بتبقى ب20,000 جنيه، ب15,000 جنيه، بتتعمل من الألواح الجاهزة دي. شوف شكلها جميل إزاي، وشها وظهرها شكله جميل جدا وتقيلة. يعني ما تقدرش تشتلها، يعني لو في رف قدام حضرتك ما تقدرش تشتاله من التقل بتاعه، عشان ده بيبقى خشب مصنع مش خشب طبيعي. تمام. انما ده الخشب الصناعي اللي انا حبيت اوريه لكم في اول الفيديو، عشان في ناس بتبقى مش اخده بالها. ده بقى رف كان عندي في المصلحة. ده نظام الكبس اللي بيبقى داخل الرف، بيبقى مثلا قوايم سويد مثلا. ده رف قديم عندي، يعني مش رف بتاع الشغل، بس حبيت اوصل لكم الفكرة. وبيبقى من الجهة اليمين والجهة الشمال بيبقى مكبوس قبل كسه. تمام. ده الرف وده الابلكاش، زي ما انا بوضح لك كده، بحاول اوصل لك المعلومه. تمام، عشان تبقى انت اخد بالك بدون نجار بدون اي حاجه. ده الابلكاش وبيبقى من فوق ومن تحت بيتكبس، وبيتحط جواه بقى السويد والبياض. ده الشغل اللي هو من 100 سنه. تمام. لو انت عندك اوضه من 20 30 سنه في البيت عندك، هتلاقيها معموله كبس زي ما بحكي لك كده. فانا حبيت اوريكم المعلومة عشان برضو كل واحد يبقى عارف هو بيشتري ايه. الخشب الكونتر شغله معروف، بيبقى خشب مصنع، والاوض بتاعته مثلا في حدود ال20 ال15 حسب الاشكال. الخشب الطبيعي اللي هو الابلكاش الزان السويد البياض، الاوض بتاعته بتبدأ من 40,000 جنيه وانت طالع، لو انت عاوز حاجة خشب طبيعي. تمام. وانا وضحت لك النهارده في الفيديو بين الخشب اللي هو الكونتر ده بيبقى خشب زي ما واضح كده، مش حد يجي لو حد يجي يخبط عليه من فوق ومن تحت هتلاقيه يعني ايه، مصمت. غير الخشب اللي هو الكبس اللي احنا بنعمله، الكبس ده بيبقى اساسيات من جوه. وخليك معانا لنهاية الفيديو عشان تشوف الغرف اللي قدام حضراتكم دي كلها بقى من الابلكاش اللي انا حكيته في اول الفيديو. تمام. كل حاجة بوضحها لكم اهي. تشتري من عندي او تشتري من عند غيري، المعلومة لازم توصل لك وتفهم الدنيا ماشية ازاي. عشان في ناس بتبقى عاوزة وش الدولاب مدهون زي ظهره. ده بيبقى في الخشب الكونتر، الأوضة اللي هي ب20,000 جنيه، بس بتبقى شكل بس، عشان دي بتبقى ملزوقة زي حاجة زي فرومايكا كده، شكل بس. إنما لو أنت بتتكلم عن خشب طبيعي، الخشب الطبيعي اللي قدام حضرتك ده الخشب الطبيعي اللي هو بيبقى قشر طبيعية، ملزوقة يدوي، كل حاجة معمولة يدوي. الخشب